المذاكرة هتنسيك هموم كتير. ان انت تشغل نفسك دي نجاة، دي نعمة ليك. الانشغال نعمة، نفتكر كده دايما. المذاكرة بتشغلك عن حاجات تانية كتير. مثلا في مشاكل في البيت، اي بيت بيكون في مشاكل، فانت بتطلع من المشاكل دي خلاص. انت بتقفل باب الاوضه على نفسك وتقعد بتشوف مصلحتك وبتشوف مذاكرتك وغيرها من الامور التانية كتير. فان انت تذاكر بتشغل نفسك وبتريح دماغك عن مشاكل كتير. خلي التعليم متعة بالنسبة لك وتحدي. مثلا في الفصل واحد صاحبك جاب مثلا 20 وانت جبت 19 او 18، يعني في حاجة كده اسمها تاكل في نفسك. تاكل في نفسك بمعنى ان انت لا، طب هنشوف المرة الجاية مين اللي هيجيب 20. طب انا هكسبك المرة الجاية، طب انا هتحديك، انا هحطك هدف قدامي، انا لازم اتغلب عليك. طبعا ده بغض النظر ان احنا نتمنى الخير لكل اصحابنا، ان انت تتحدى وان انت تبقى الافضل، غير ان انت اساسا انت كده كده بتتمنى له الخير. يبقى خلاص اتفقنا ان احنا لازم نسجل افكارنا، ولازم نسجل الحاجات اللي متراكمه علينا والحاجات اللي المفروض نذاكرها، وما ننامش غير وهي خلصانه. هترتاح نفسيا. يبقى خلاص كل يوم عندك مهام انت بتخلصها. يعني انت مهم، يعني انت مش حد تافه، انت وراك مسؤوليات، وراك مذاكره لازم تخلص. تمام، عشان ترتاح وتريح نفسك على الاخر وتنام وانت مطمن، ما يبقاش في حاجه متراكمه عليك. طيب طبعا الاستعانه بالله في كل شيء، دي طبعا دي اهم نقطه. في المذاكره بتاعتك، في الكشكول بتاع المذاكره لازم تبقى معاك حاجات زي كده، او لو الامكانيات ما تسمحش عادي اكتب آيات. فإن مع العسر يسرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربنا عليك توكلت على الله. يعني استعين بالله.